السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، أدركوا اللحظة الفارقة. إحنا الوقت في 7 ليلة من 10 ذي الحجة. عايزين ندرك الفرصة اللي احنا فيها يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني المسألة مسألة الذكر، مسألة حياة أو موت. يعني الذكر ده روح، اللي بيذكر الله عنده الروح دي، اللي لا يذكر الله ما عندوش الروح دي. يبقى مش قادر، ميت. الميت ما يقدرش، مش قادر يغض بصره، مش قادر يبعد عن معاصي السر، مش قادر يمشي على الورد بتاعه كمثل الحي والميت. عشان كده النهاردة هنتكلم عن أثر الذكر في العزيمة، في القوة في مواجهة الحياة. ربنا بيقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الذكر بيدي قوة في مواجهة الحياة، بيخلي الإنسان عنده عزيمة. عشان كده لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، مش عارف أعمل إيه، مش قادر أجمع ما بين الدين وبعضه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام مقصده إيه؟ إن أنت لما بتديم ذكر الله، الله بيعطيك مدد من عنده، فتقدر تجمع ما بين الحاجات اللي ما كنتش قادر تجمع بينها وبين بعض قبل كده. زي السيدة فاطمة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادم، قال لها: قبل ما تنامي قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، خير لكما من خادم. ليه؟ لأن الله سيعطيك مدد في مواجهة الحياة. عشان كده السلف سموا الذكر قوت القلوب. كلمة الخطيرة أو بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان لما يقعد يذكر ربنا 4-5 ساعات بعد الفجر كل يوم، يبص لابن القيم بعدها ويقول له: هذه غدوتي، فإن لم أتغدها سقطت قوتي، سقطت قوتي. مش هقدر أغض بصري، مش هقدر أصحى لقيام الليل، مش هقدر أصلي الفجر في جماعة، مش هقدر أنكر المنكر لما أشوفه أو أدعو إلى الله، ما عدتش هقدر أطلب علم، سقطت قوتي. عشان كده ابن تيمية له كلمة خطيرة جدا، بيقول: من نام على التسبيح، اللي يقدر يقعد يسبح ربنا لحد ما ينام، أوتي عزما، الله هيعطيه عزم عظيم في مواجهة الحياة. الذكر بيدي قوة في مواجهة الحياة. من الأحاديث الخطيرة الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. طيب بعد كده ربنا قال إيه؟ ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرول. هو ربنا الأول اتكلم عن ذكر الله، وبعد كده اتكلم عن درجات العباد في الانطلاق إلى الله، شبر ذراع باع. ليه؟ كأن ربنا بيقول إن على قد حظك من ذكر الله على قد قوتك في الانطلاق إلى الله. الذكر بيدي مدد يا جماعة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أي مجالس الذكر، فافسحوا، وإذا قيل انشزوا، انشزوا يعني قوموا للعمل الصالح. الأول لازم تقعد في مجلس ذكر عشان تقدر تجيب عزيمة إنك تنطلق في العمل الصالح. لو 10 أيام اللي احنا فيهم دول قدرنا يبقى عندنا عزيمة على الذكر، بعد 10 أيام هنبقى طلقة في الانطلاق في العمل الصالح. عشان كده شعرنا في السلسلة دي: أدركوا اللحظة الفارقة. 10 أيام ممكن يغيروا حياتك تماما. الذكر سبب للسبق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبق المفردون. ليه الناس اللي هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ليه بيسبقوا غيرهم؟ لأن ربنا بيفتح لهم كل الأبواب المقفولة وبيدوم عزيمة ما هياش عند غيرهم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ أحسن عمل هتعمله في حياتك وأزكاها عند ملككم، وفي رواية وأرضاها عند ملككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، احسن ما تطلعي طقم الذهب كله بتاعك، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ايه يا رسول الله الحاجة الجبارة دي؟ ذكر الله. ذكر الله. الفقراء راحوا له في المدينة المنورة قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الأغنياء جاهدوا وأنفقوا وإحنا مش عارفين نعمل حاجة. قال لهم: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من فاتكم ولم يدرككم من بعدكم
ولم يدرككم من أنتم فيه. إيه يا رسول الله اللي يخلينا نسبق عصور البشرية كلها؟ تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله بعد كل صلاة 33، يعني 100 مرة تذكري ربنا تسبقي التاريخ البشري كله. أمال اللي بيذكر ربنا ليل نهار يبقى ثوابه عند ربنا إيه؟ يبقى مقامه عند ربنا ايه؟ ابن تيمية كان له كلمة عجيبة قوي، كان يقول: إذا أغلقت علي مسألة أستغفر الله أكثر من 1000 مرة فيفتح الله لي في فهم المسألة. ربنا يفتح له فتح عجيب. يعني ذكر ربنا سبب الفتح وسبب الصدق وسبب القوة وسبب المدد. ويزدكم قوة إلى قوتكم. طب التوصية بتاعتنا ايه؟ ذكر النهاردة ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مادام بنتكلم عن القوة في مواجهة الحياة، كنز من كنوز الجنة، أحسن من إنك يجيلك هدية صندوق مجوهرات. لا حول عن المعصية، لا حول عن أمراض القلوب والنفاق والرياء والعجب والكبر، لا حول عن المشاكل الأسرية الطاحنة، لا حول عن الاكتئاب والهم والضيق والتوتر والقلق والحزن والغم والنكد، لا حول عن معاصي السر اللي مش قادرين نسيبها، لا حول عن بعد المجتمع عن الله، ولا قوة على قيام الليل، ولا قوة على ثبات الورد، ولا قوة على الدعوة إلى الله وطلب العلم، ولا قوة على إنكار المنكر والجولات الدعوية إلا بالله. كنز يا جماعة، الكلمة دي كنز. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه رأيك تجرب يوم كامل مع لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إيه رأيك تعيش بقلبك يوم كامل لا حول، أي لا تحول عن أي حاجة وحشة، ولا قوة على أي حاجة حلوة، على أي طاعة نفسك تعملها ومش قادر. كلمة كنز. لا حول ولا قوة إلا بالله من أسرار المدد والقوة في مواجهة الحياة. تعالوا نتواصل مع بعض إن احنا لحد بكرة بإذن الله، احنا ليلة 7 يا جماعة، ليلة 7 أنا 10 ذي الحجة خلاص، تلتنا راحوا. أدركوا اللحظة الفارقة، الحقوا، خلوا قلوبكم تغتسل في نهر الذكر. الحقي، خلي قلبك يتوضأ بأنوار ذكر الله عشان نخرج من 10 ذي الحجة وهي بتمثل مفرق وفاصل تاريخي في حياتنا. جزاكم الله خير.